مبدئيا كده فيديو النهارده دموي شويه، فلو قلبك جامد كمل الفيديو، لو قلبك مش جامد برضو كمل الفيديو. هنتكلم النهارده عن الاميره اللي كانت ممكن تعمل اي حاجه عشان تفضل جميله، حتى لو الحاجه دي هتكلفها ارواح ناس، ومن كتر هوسها بالجمال بقت بتعمل ابشع الجرائم. وصفوها باشرس امراه في التاريخ، قتلت اكتر من 600 بنت من الخادمات بتوعها، وما سكتتش على كده، قتلت كمان بنات من العائلات المالكه والعائلات الكبيره الارستقراطيه، ولما كانت بتقتلهم كانت بتشرب من دمهم وبتستحمى بدمهم. ومن كتر اللي عملته اتشهرت باسم كونتيسة الدم او ملكة الدم، والشخصية دي تبقى اليزابيث باسوري. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير عشان القناة تظهر وتكبر. ويلا نشوف ايه الحكاية. اسمها اليزابيث باسوري، مواليد 1560، من العيلة المالكة في المجر. كانت مالكة للسلطة والثروة، وكانوا باسطين نفوذهم في أكتر من دولة زي سلوفاكيا والمجر وبولندا. وعلى فكرة كان في أكتر من شخص في عيلتهم عنده اضطراب نفسي شويتين، واتشهرت باسم